الكذوب ديالها خرجوا عليها. واحد البنت المانيه سميتها كوكو تزادت في 1994. كوكو عمرها ما عاشت حياتها مزيان. فاش كانت صغيره امها كانت كضربها بزاف، وفاش كبرات بدات كتاجر بها. فاش وصلت 15 عام قررت تهرب من الدار وتبدل حياتها للاحسن، وبشي طريقه مشات لامريكا وكملت قرايتها تما، ودخلت مع جمعيه محاربه الاتجار في البشر. وتما فاش عاودت ليهم القصه ديالها ولات مشهوره، حتى لواحد النهار في 2019 تقلبات حياتها جحيم. الطبيب قال ليها بلي عندك سرطان في المرحله الثالثه، وقال ليها غتعيشي ما بين عامين حتى 5 سنين وغتوفي. كلشي بقات فيه، وبدا كيجمع ليها الفلوس، جمعوا اكثر من 10,000 دولار. ولكن صاحبتها فرشاتها وفضحاتها، حيت كتشوفها كتبوحت على الناس في اللايفات. واتصلت بالبوليس ومشاو قلبوا على الملف الطبي ديالها، ولقاو بلي ما كانتش مريضه بالمره بالسرطان، وكانت غير كتضحك على الناس على ود الفلوس. ولقاوها شرات بيهم السيكان والحوايج. البوليس شكو حتى في ديك القضيه ديال امها كتعدى عليها وكتاجر بها، وفاش قلبوا لقاو كلشي كذوب وحتى حاجه ما كانت بصح. كانت عايشة حياة عادية مع الأم ديالها، وتشدات كوكو وتحكم عليها ب20 عام ديال الحبس.